السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل العجة طبعا بتنفع في فطار وفي غدا وفي عشاء. هنبدأ الأول بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هجيب كده 3 بطاطسيات وسط أو بطاطسيتين يعني حلوين شوية. دول بطاطسيتين يعني وسط، وعندي بطاطسيتين صغيرين كانوا مسلوقين أصلا. دايما أنا بسلق بطاطس تبقى موجودة، مثلا تتعمل في شوية تومة أو تتحمر. فكانوا عندي بطاطسيتين تانيين مسلوقين، دول هسلقهم كده على النار. هحط عليهم شوية مية واعلق عليهم عشان يستلقوا. عندي هنا بقى عما يتسلقوا ربطة كزبرة، هي ربطة واحدة بس هنضفها كده من كل الورق الاصفر اللي فيها، او لو في حاجة فيها مثلا مش حلوة يعني. لازم يا جماعة تنضفوا الكزبرة كده واحدة بواحدة عشان تبقى نضيفة. هجيب بقى بصلة كبيرة كبيرة حلوة كده زي ما بيسموها، اللي بيقولوا عليها يعني فحلاية فحلاية بصل. هخرطها كده صغير، او بصلتين وسط. هفرمها خالص ناعم، ممكن تعملها في الكبة عادي مفيش اي مشكلة. هاجي هنا بقى في مقلاية هحط فيها حبة زيت، واخلي البصلة تدبل بس مش تتحمر، تدبل بس لحد ما تكون لونها شفاف. ههدي عليها النار خالص عشان تدبل، بس تهدي عليها النار. اهي بقى لونها شفاف وبقت دبلانة خالص على النار. هسيبها شوية كمان عشان تبقى مستوية في العجة، ما تبقاش بتقرش. خلاص بقى غسلت الخضرة وصفتها خالص. هقطعها برضو مفروم خالص صغير. برضو ممكن تستخدمي الكبة مفيش اي مشكلة، بس انا بحب حاجات بسيطة كده بقوم عاملاها على البلانش على طول بالسكينة، مش مستدعية يعني ان انا اشغل الكبة عليها. الكبة دي يعني الحاجات اللي هي بتبقى كميات. البطاطس هنا خلاص اتسلقت وصفتها، وجبت برضو البطاطسيتين اللي كانوا مسلوقين عندي في التلاجة سخنتهم شوية، وقمت مقشراهم وهرست كله مع بعضه. هتهرسيها لازم تتهرس وهي سخنة، بس تصفيها الأول من المية. وعندي هنا 5 بيضات. لو بيض من اللي هو الصغير ده بيبقى مثلا 6 بيضات ولا حاجة، بس أنا عملت 5 لأن كان البيض حلو مش صغير. ربيتهم كده كويس بالشوكة. هنزل بقى على البطاطس على طول بالخضرة الأول، هقلبهم في بعض تقليبة كده، وبعد كده هقوم نازلة بالبيض. وبعد البيض هجيب البصلة بقى اللي انا دبلتها على النار في حبة زيت. مش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي، بحب ريحة البصلة وهي كده جدا، بتبقى ريحتها قلب ريحة الشقة كده. خلاص هنزل بالبصلة. هبدأ بقى احط الملح بتاعي، هحط على الكمية دي بحط زي معلقة شاي كده، يعني مش هرمية قوي ولا ممسوحة قوي. معلقة من الملح اللي هي بتاعت الشاي، ولا هرمية ولا ممسوحة. وحطيت ربع معلقة فلفل اسمر وربع معلقة كمون. هقلبهم في بعض بقى كده، وهجيب صينية. معلش انا اسفة ان اللقطة دي ما اتصورتش وانا بدهن الصينية. هجيب صينية عادي من اللي هي بتاعت البيتزا دي، وهحط فيها هدهنها زيت، وانزل بالعجة على طول. ممكن بعد الزيت ترش رشة فيجيتار كده عشان ما تلزقش، بس هي ما لزقتش ولا اي حاجة. وعلى الفرن على درجة حرارة 200. هتحطيها على الأرضية وكده، هتقعد ربع ساعة، وتقوم شغالة عليها الشواية من فوق تاخد لون وتطلعيها.
تقطعيها بقى خرط كده، وهي كده بتبقى جاهزة للأكل، بتبقى جميلة جدا في فطار في غدا في عشاء، بتبقى جميلة. هشيلها بقى بالشيالة واحط على الطبق. العجة على فكرة مفيدة جدا للأطفال، لأن فيها بيض وبطاطس وخضرة، بتبقى جميلة جدا، وبصل. في ناس بتحط فيها طماطم، بس انا مبحبش فيها الطماطم خالص، ما هي بتبقى طعمها كده بصراحة احلى. هنيجي بقى ندوق الطعم، جميلة ومتماسكة ازاي، ومش محروقة من تحت. ممكن تسيبيها شوية في الفرن تاخد لون من تحت، بس كده حلوة اوي. كده وصفتي خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.